انا شايف ان في مساحات تحديدا اخطر حاجه عندهم باسيلا نمره 9 ده لعيب مميز جدا. انا اتكلمت عنه كتير وهفضل اتكلم عنه لان هو مفتاح اللعب في الناحيه الهجوميه، لان بيقدر يوسع لكل الناس اللي جايه من تحته اذا كان كلاتي. انا شايف ان متلبه ده برضو لعيب نمره 8 بيقدر يستغل الناحيه الشمال بشكل كويس جدا. تهيألي ان النادي الاهلي لو لعب على الناحيه الشمال دي اللي فيها متلبه وفيها كلاتي لعب عليها هجوميا بشكل قوي جدا، هيقدر يوقف الناحيه الهجوميه بتاعتهم بشكل كويس جدا، يلعب عليها شريف عبد الفضيل. انا شايف ان يحط من بدايه اللقاء وليد سليمان ناحيه اليمين، ويبقى وليد عبد الله شريف عبد الفضيل ووليد سليمان، عشان وليد سليمان عنده سرعات فيوقف متلبه رقم 8 وما يخلوش يقوم بالدور الهجومي بتاعه. هذه المباراه كابتن بيبو اللي لعبوها مع الترجي وادوا فيها مباراه اكثر من رائعه، كانوا يستحقوا الفوز على الترجي بنتيجه كبيره. الترجي لعب معاهم جيم خطا جدا من بدايه اللقاء، واداهم الفرصه ان هم يستغلوا كل الامكانيات اللي عندهم. فرقه الترجي ما استغلتش امكانياتها خالص، حتى يعني زي ما بنقول ابسط حاجه بيقدر فرقه الترجي لما بيلعب بيها هي الكوره الثابته، ما كانش بيدور على الكوره الثابته طول اللقاء عشان يقدر يستفيد من الامكانيات اللي عنده. عشان كده انا بقول النادي الاهلي لازم من بدايه اللقاء يضغط على الجنب الشمال بشكل قوي جدا، وعشان كده انا بفضل ان وليد سليمان يكون موجود فيها من بدايه اللقاء عشان اجبر متلبه نمره 8 ان هو يفضل يدافع على وليد سليمان، او لو ما دافعش على وليد سليمان يخلي حد من نص الملعب يميل ناحيه الشمال. فانا بالتالي اجبر الناحيه اللي بيضغطوا منها على النادي الاهلي وعلى اي فرقه وبيقدروا يستغلوها في الناحيه الهجوميه، ان انا اضغط عليها من بدايه اللقاء واستغل الامكانيات اللي عندي من لعيبه النادي الاهلي سواء وليد سليمان او بوتريكا من خلال التمرير السريع. وشفنا وليد سليمان لما بيبقى ساقط تحت راس الحربه وبيقدر يستغل الناحيه الهجوميه عنده السرعه، وشفناه عملها في كذا لقاء، قدر ياخدها ازاي من بره الملعب لجوه الملعب، يروح على الجون ويحرز اهداف. عملها بشكل كويس جدا ويستغلها كويس. لو عملها النادي الاهلي هيقدر يوقف الجنب الشمال الاخطر عنده.